اهلا ومرحبا استاذ عبد الرحمن. حياك الله. طيب مرحبا. السلام عليكم. شرفنا بحضورك بلدك الثاني. يا اهلا وسهلا حياك الله. ابو مانع السعدون شيخ ابو مانع. السلام عليكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. شلون صحتك؟ بارك الله خير وبركه. وعندنا هلا ونور الله يسلمك. وحنا سعيدين بوجود الكفاءات العراقيه بالمملكه، وانت حقيقه من الاشخاص اللي حقيقه كنت مميز. شعبها وفي ومخلص، يعني اول شيء قيادته وثاني شيء البلده. والامر الثالث المملكه اصبحت قطب دولي. يعني بالنسبه للاختصاص اللي احنا نتحدث، المملكه الان هي ترسم سياسات دوليه، يعني فإلها مكانه كبيره جدا. الشعب محب للعراق طبعا، يعني الحمد لله والشكر بفضل الله. وإن شاء الله العلاقات من أفضل العلاقات راح تصير بين البلدين إن شاء الله. إن شاء الله. انت بالنسبه لك يعني ما تتحدث بحديث الاماني، لانه انت رجل يعني تعتمد على الذاكره ومنصو على المعلومه. الله يخليك. وهذه بشاره جيده. ايه الحمد لله. ايوه نتمنى. اللي هي فقره انه بناء هيكليه المنظومه السياسيه، ان كان ضمن السياقات الخارجيه، هنالك شخص يظلم بالاعلام اللي هو الدملوجي، اللي هو اول وزير خارجيه بالمملكه وهو عراقي. صحيح. اللي هو ابو صاحب اتفاقيه العقد. اي صحيح. زين. صحيح. هذه الجزئيه ما جالس يسلط الضوء عليها حتى نرجع الاساسيات وعلاقات العراق مع المملكه العربيه السعوديه. صحيح. انا وياك. احنا بال 15 عادت العلاقات، يعني بعد الانقطاع مع المملكه صارت رغبه من قبل القياده في المملكه في العراق. بال 2016 والمملكه فتحت، يعني كقياده فتحت للعراق كثير من التسهيلات، يعني الماليه والدعم للشعب العراقي، مبادرات حتى في قضيه النازحين في محافظاتنا، في الانبار، في صلاح الدين، في الموصل. فبدأ العمل يرجع بشكل أكبر بين المملكة وبين العراق. فكلفت أنا ذاك بال 2016 نهاية 2016 أن أحط استراتيجية لطبيعة العلاقة. العلاقة بين العراق بثقة هذه السياسة عن المجلس التنسيق العراقي السعودي. يعني يحدد لي موعد انا ما اسمح يضربك لكن ان شاء الله يعطينا موعد عاد الصوره انا افضل. لا بس انه الرجل هذا يضحك دولة اي والله. اي والله. وضيف المملكه طال عمرك ضيافته علينا حنا، والمملكه البلد المضياف ما يحتاج. فبالك احنا جزء من البلد. ديرتنا وحل